أهلا بيكم. النهاردة جاية أكمل كلامي عن سلسلة العناية بالشعر، وموضوع النهاردة يا ترى عن إيه؟ عن مسامير الشعر الهير بروستي. هنعرف مع بعض 5 حاجات. أول حاجة هناخد مقدمة عن الموضوع. تاني حاجة هنعرف إيه هي مسامير الشعر دي يا ترى. تالت حاجة هنعرف الأسباب اللي بتخلي كل شعر ليه مسامير مختلفة عن التاني. رابع حاجة هنعرف ازاي اعمل اختبار لمسامير شعري واعرف نوع مسامير شعري. خامس حاجة واخر حاجة هنتكلم عن كل نوع بالتفصيل. تعالوا بينا نعيش الرحلة دي مع بعض. مسامير الشعر، الموضوع ده اتردد على ودانا كتير جدا وسمعنا كتير عنه. دلوقتي انا جاي اعرفكم ايه هي اهمية مسامير الشعر اصلا. مسامير الشعر دي مهمة جدا عشان اعتني بالشعر بتاعي. تعرفوا ان هي اصلا بتساعدني ان انا اعرف هرطب شعري بايه. مسامير الشعر دي بتبين لنا قدرة الشعر على امتصاص والاحتفاظ على الترطيب جواه. يعني بمعنى اصح هعرف ازاي الزيوت والكريمات بيدخلوا ويخرجوا من الطبقة الخارجية الكريتيكال بتاعة شعرنا. ايه الكلام ده، احنا اتلخبطنا. طب تعالوا نعرف اكتر. المرة اللي فاتت اتكلمنا وعرفنا ان شعرنا الجزء الخارجي من الشعراية بيتكون من 3 طبقات. الطبقة الخارجية اللي هي الكوتيكل، والطبقة المتوسطة اللي هي كورتكس، والطبقة اللي جوه خالص اللي هي مضلة. طب ده ايه علاقته بالموضوع؟ مسامير الشعر بتاعتي بتتحدد على اساس الطبقة الخارجية اللي هي الكيوتيكل، بتتحدد على اساس ترتيب الطبقة دي. يعني ممكن تكون الكيوتيكلز دول بيكونوا جنب بعضهم كده، مفيش مسافة ما بينهم. معنى كده ان مش هيكون في فتحات، هيكون في فتحات قليلة قوي في الشعراية، فمعنى كده ان مفيش مسام. معنى كده ان الشعراية بتكون المسام بتاعتها قليلة. طيب لو طبقة الكيوتيكل دي بتكون متوسطة، يعني لا قريبة من بعضها قوي ولا بعيدة عن بعضها قوي، معنى كده ان في فتحات متوسطة برضو. معنى كده ان المسام بتاعة شعري بتكون برضو متوسطة، ميديم بروستي. طيب لو الكيوتيكلز دي بيكونوا بعاد عن بعض قوي، يعني في فتحات موجودة بين الشعراية، معنى كده ان الشعراية دي مسام بتاعتها عالية، يعني الشعراية بتكون عندها هاي بروستي. كل ما الفتحات تكون كتيرة في الشعراية كل ما المسام تكون عالية، وكل ما الفتحات تكون قليلة في الشعراية كل ما مسام الشعراية تكون قليلة. أتمنى يكون وصلكوا معنى مسامية الشعر. طب ايه الأسباب اللي تخلي شخص مسامية شعره عالية وشخص مسامية شعره قليلة؟ هو بصراحة في كذا سبب، بس ممكن يكون نتيجة حاجة جينية، يعني هو مولود كده، هو مولود طبيعة شعره كده، ورثها اي حاجة، بس هي دي طبيعة شعره. او برضو بتحصل نتيجة العناية الغلط بالشعر. مثلا واحد مسام شعره بتكون قليلة، فهو اعتنى بشعره غلط، فعمل مع الوقت فتح المسام بتاعة شعره، فخلى مسام شعره بتكون عالية. يعني في اسباب خارجية اثرت على مسام الشعر بتاعي. طب ايه الاختبارات اللي انا ممكن اعملها عشان اعرف نوع مسامية شعري؟ بصوا، هو في اختبار كده بيبين لي نوع مسامير شعري. هو مش ادق حاجة بصراحة، بس انا ممكن اعمله، وبعد ما اعمله وشفت نوع مسامير شعري بدور على خصائص المسام دي، ولو لقيتها هي دي نفس خصائص الشعراية بتاعتي معنى كده ان هو اتأكدت ان ده نوع مسامير شعري. طيب عايزين نعرف اكتر على الاختبار ده. بصوا، اول حاجة بغسل شعري كويس بحيث لو ما يكونش عليه اي زيوت او اي كريمات، وبرضه بغسله بشامبو يعني يكون متوسط، يعني ما ينضفش شعري بطريقة تخليه كده يفقد كل حاجة. عادي الشامبو اللي انا بستخدمه العادي بتاعي، بس اهم حاجة الشعراية تكون نظيفة من اي حاجة عليها، تمام. وهحطها في كوباية فيها مية وهسيبها كام ثانية كده. والله لو لقيت الشعراية فضلت موجودة على السطح معنى كده ان الشعراية مش بتمتص مية كتير، معنى كده ان الفتحات بتاعتها قليلة، معنى كده ان هي شعراية مساميتها قليلة، عندها لو بروستي. طيب لو لقيتها نزلت كده شوية شوية وبقت في نص الكوباية معنى كده ان مسامير شعر متوسطة، امتصت شوية مية فوقفت في نص الكوباية. طيب لو لقيتها نزلت في تحت خالص، تحت
تحت في الكوباية خالص من تحت. معنى كده ان مسامية شعري عالية، المسام مفتوحة فيها فتحات كتيرة جدا، عمالة تمتص اكبر كمية من المية لدرجة اللي هي تقلت ونزلت تحت. فمعنى كده ان ساعتها نوع الشعرية دي بتكون عندها هاي بروستي، عالية المسامية. طيب عملت الاختبار ده، بس برضو لسه عايزة اتأكد اكتر من نوع مسامية شعري. فتعالوا بينا نتعرف على انواع مسامية الشعر والخصائص بتاعتها بالتفصيل، عشان لما اعمل الاختبار ده اتأكد بالخصائص ان هي دي فعلا مسامية شعري، والاختبار كان مضحكش عليا يعني. احنا قلنا عندنا 3 انواع من المسامية: مسامية عالية ومسامية متوسطة ومسامية منخفضة. تمام. المسامية عالية، المسامية العالية دي بتكون فيها فتحات كتيرة جدا، والبروتين فيها بيكون قليل، والنوع ده بيكون في الأغلب وراثي، وبرضه بيحصل نتيجة تدمير الشعراية. فالنوع ده من المسامية بيكون بيحتاج ترطيب عالي جدا عشان أحافظ على ترطيب الشعراية ما تفضلش هشة كده وجافة. طيب ايه خصائص الشعراية دي يا ترى؟ أول حاجة ان انا ساعة الاستحمام بلاقي شعري اتبل بسرعة، وبعد ما اخلص استحمام بلاقي شعر ساب المية ونشف بسرعة. تاني حاجة ان انا لو رطبته باي زيت او كريم بلاقيه امتص الحاجات دي بسرعة، بلاقيه محتاج المزيد والمزيد من الكريمات والزيوت. النوع ده من المسامية الشعرية فيه بتكون جافة كده وبهتة، وبتحتاج ترطيب عمال على بطال عشان تفضل لمعة. طيب بعد ما عرفنا كل حاجة عن خصائص الشعر العالي المسامية، تعالوا بينا نعرف ازاي اقدر اعتني بالشعر ده. اول حاجة الزيوت. الشعر ده بيحتاج زيوت تقيلة كثيفة. زي ايه يا ترى؟ زي زيت الجوز الهند، زي زيت الزيتون، زي زيت الخروع، زي الجليسين، زي زبدة الشيا. الزيوت التقيلة دي هي اكتر نوع من انواع الزيوت اللي هتقدر تدي ترطيب للشعر، هتخلي كده الشعر مترطب يعني. الزيوت الخفيفة تنفع برضو زي زيت الارجان وزيت الجوجوبا، بس الزيوت التقيلة مع شعر العالي مسامية بتكون افضل. طب الزيوت دي هستخدمها ازاي؟ افضل طريقه لاستخدام الزيوت دي بعملها حمام زيت قبل الاستحمام. طيب ايه اهميه كده؟ عشان ادي الشعر القدره على امتصاص اكبر قدر من الزيوت، فبالتالي لما اجي استحمى الاقي الشعر بتاعي ما امتصش ميه كتير، فبالتالي مش هيفقد ميه كتير. عشان عمليه امتصاص الميه الكتير دي وفقد الميه الكتير بيخلي الشعر تالف كده ومجهد، يعني الشعراية هتكون محافظة على الزيوت دي جواها، فبالتالي هتقلل قدرتها على امتصاص المية، وده المطلوب. طيب تاني حاجة الشعر ده بيكون محتاج برضو ايه؟ محتاج ماسكات وكريمات فيها بروتين، عشان الشعر العالي المسامية اللي هو عنده مسام واسعة فتحات كتيرة بيكون عنده بروتين قليل، والبروتين ده بيكون مكتوب على المنتج في صورة مثلا كيراتين او كولاجين او سلك بروتين. ويفضل الحاجات دي بحطها على الشعر وهو مبلول، عشان ده بيساعد الشعر ان هو يحافظ على ترطيبه. لكن لو حطيته على الشعراية وهي جافة ساعتها هيزود جفاف الشعراية اكتر للأسف. الشعر ده مهم اللي انا بعد ما بستخدم الشامبو مهم ارطبه ببلسم برضو. وبرضو من خصائص الكريمات اللي انا استخدمها للشعر ده بالاضافة اللي هي فيها بروتين يكون فيها زيوت عالية، او ممكن احط برضو زيت او سيرم على الشعر، بس السيرم ده مش بحطه كل يوم زي ما قلنا، يومين مثلا في الاسبوع او حاجة. وكل المنتجات دي بحطها على الشعر وهو مبلول. يبقى السر في شعر العالي المسامية هو الترطيب الدائم، عشان ادي للشعر ده براقة كده ولمعان. كل ما رطب اكتر كل ما الشعرية بتاعتي هتكون متغذية اكتر، كل ما تبقى لمعة اكتر، وهو ده المطلوب. تاني نوع هو الشعر متوسط المسامية. عملت الاختبار بس عايزة اتأكد ان شعري برضو متوسط المسامية. بصوا هو عامة النوع ده اصلا ممتاز في كل حاجة، هو متوسط بين كل حاجة وبيقبل برضو معظم المنتجات، بس هو النوع ده اصلا مش منتشر كتير قوي في مصر. طيب تالت نوع شعر اللي هو بيكون منخفض المسامية، اللي هو بيكون عنده فتحات قليلة، اللي هو اصلا بيكون عنده المسام مقفولة، مش بيقبل اي ترطيب بسهولة، هو شعر رخم شوية. هو عنده ميزة ان هو بيكون بيحافظ على الترطيب جواه، يعني ما بيخرجش اي ترطيب بسهولة براه، بس عيبه ان انا مقدرش ارطبه بسهولة عشان المسام بتاعته قليلة، الفتحات قليلة، هدخل فيه ترطيب ازاي؟ فكل حاجة في الدنيا ليها ميزة وعيب.
طيب لو انا شعري كان منخفض المسامية، الخصائص بتاعته بتكون ايه عشان اتأكد ان هو شعري فعلا كده؟ اول حاجة اثر المنتجات على شعري. هنا لو رطبت شعري بزيوت او كريمات بلاقي الشعرايه ما امتصتش الحاجات دي بسرعه، بلاقيهم فاضلين على الشعرايه كده فتره طويله. تاني حاجة الشعر ده مش بيتبل بسهولة، يعني لما اجي استحمى ما بلاقيش كل الشعر كده اتبل بسهولة، حتى لما باجي اخلص استحمام ما بلاقوش برضه نشف بسهولة. هو بقى بمسامه مقفولة، لا هيمتص مية بسهولة ولا هيفقد مية بسهولة. الشعر ده بيكون بروتينه عالي، فبالتالي الشعراية بتكون لو مسكتها كده هلاقيها سهل بتتكسر بسهولة. بس في نفس الوقت النوع ده من الشعر بيكون مترطب، مش هلاقيه هايش دايما كده زي الشعر العالي المسامية اللي بيحتاج ترطيب كل شوية. طب ايه الروتين اللي انا اعمله لو لقيت شعري منخفض المسامية؟ اول حاجة الزيوت، اول حاجة استخدم زيوت خفيفة زي مثلا زيت الارجان وزيت الجوجوبا وزيت بذور العنب وزيت الافوكادو. يفضل ان انا ما استخدمش زيوت تقيلة، عشان لو استخدمت زيوت تقيلة هتتراكم على الشعرايه من بره وممكن مع الوقت تؤدي الى تساقط الشعرايه. والحاجات دي وانا بعملها حمام زيت بعمل ايه؟ يفضل ان انا استخدم فوطه سخنه او اللي هو البرو كاب ده عشان اساعد ان الزيوت دي تتغلغل جوه الشعرايه. تمام. تاني حاجه الترطيب بالكريم بيكون على شعر جاف، يعني بخلي الشعرايه اللي هي منخفضه المساميه دي ما بتكونش مبلوله ميه، بحيث ان انا اضمن ان الشعرايه مش بتكون متشبعه بالميه كلها جواها يعني، والكريم ده هو اللي هيخش جوه، يعني هيكون ضامنه ان المنتجات دي تدخل جوه الكوتيكل بسهوله، مفيش حاجه هتزحم جوه. تمام. على عكس اللي هو الشعر العالي المساميه اللي احنا قلنا لازم يكون على شعر رطب. تالت حاجه في الروتين بتاعي اللي انا يفضل استعمل كميات قليله من كل منتج. رابع حاجه المنتجات اللي انا استخدمها يفضل يكون فيها بروتين قليل، عشان اصلا شعر اللي هو بيكون منخفض المساميه بيكون فيه بروتين عالي. وبكده عرفنا كل حاجه عن مساميه الشعر. اتمنى تكونوا عرفتوا ايه الموضوع ده بالتفصيل وفهمتوا يعني ايه مساميه الشعر، وعرفتوا مدى اهميه مساميه الشعر على الحفاظ على ترطيب شعر. استنوا الحلقه الجايه في سلسله العنايه بالشعر. دمتم حلوين وبصحه كويسه دايما.